تخيل معايا سنة 1952 ومصر في قلب ثورة، والشعارات بالحرية مالية الشوارع. في قطاع غزة من الناحية التانية كان واقف ضابط مصري شاب اسمه مصطفى حافظ، قلبه شغوف بالوطن وبحرارة الكفاح، بيقود مجموعة من الشباب الفلسطينيين عيونه بتلمع وهو بيظبط سلاحه وبيقول لهم احنا هنا علشان نبدأ طريق الكفاح. اسمه كان بيتقال في كل بيت فلسطيني بفخر، وبقى رمز للأمل في قلب كل مقاوم. مصطفى حافظ كتب اسمه بدمه في صفحات البطولة والشهادة. مصطفى حافظ اتولد في 25 ديسمبر 1920 في قرية زاوية البقلي في محافظة المنوفية. حصل على الابتدائية في سنة 1934 ودخل مدرسة فؤاد الثانوية، وشارك في مظاهرات ضخمة ضد الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية الحربية سنة 1938 وتخرج منها سنة 1940، وكان من الضباط المتفوقين. خدم بعد كده في سلاح الفرسان خلال الحرب العالمية الثانية، وبعدها شارك في حرب فلسطين سنة 1948. وفي يوليو 1948 اتنقل لسلاح الحدود وتم تعيينه حاكم لبلدة بيت جبرائيل، ثم رفح جنوب قطاع غزة. والمدة دي خلت مصطفى حافظ يعرف أرض غزة كويس جدا. بعد انتصار ثورة 1952 وتزايد المواجهات كان لازم يكون في رد مصري منظم. وفي سنة 1955 وبعد الغارة الإسرائيلية على مواقع الجيش المصري في غزة، الرئيس جمال عبد الناصر أعلن عن تشكيل قوة فدائية منظمة. اختار وقتها مصطفى حافظ لقيادة المهمة بسبب كفاءته. وصل القطاع برتبة رائد، وأول ما وصل بدأ على طول بتأسيس الكتيبة 141 الفدائية. الكتيبة دي كانت متكونة أساسا من شباب فلسطينيين. الشباب دول كانوا ملمين بكل الطرق لفلسطين المحتلة، وأثناء التدريب والتخطيط الرائد مصطفى حافظ كان بيختار الأكفأ ويخطط للعمليات بكل مهارة. تحت قيادته الكتيبة نفذت عمليات فدائية جريئة ومدروسة في عمق الكيان، وصلت لمستوطنات في اللد وتل أبيب والمدن الكبرى. عدد العمليات في الموجة الأولى وصلت ل 180 عملية، يعني حوالي عمليتين كل يوم تقريبا. العمليات دي يا شباب أربكت حسابات الكيان وخلت مصطفى حافظ ليه مكانة خاصة عند إخواتنا الفلسطينيين. الكيان كان عارف إنه خطر كبير وبدأ يشتغل ضده بكل طاقته. الموساد الإسرائيلي وصفه بإنه رجل الظل اللي كان ورا كل العمليات اللي حصلت ضدهم، فخططوا لاغتياله مرتين وفشلوا. وفي يوم 11 يوليو 1956 جاله طرد من البريد من صديقه المزعوم واللي كان عميل مزدوج. الطرد كان عبارة عن كتاب، ولما فتحه مصطفى حافظ فجأة انفجر فيه. البطل مصطفى حافظ اتصاب بجروح خطيرة ومات في اليوم اللي بعده، وبقى شهيد على أرض غزة. وتكريما وتخليدا لسيرته وبطولاته، أهلنا في غزة أنشأوا مدرسة باسمه مدرسة الشهيد مصطفى حافظ. الجدير بالذكر إن الكيان ضرب مدرسة الشهيد مصطفى حافظ مرتين. الغارة الأولى كانت في أغسطس 2024 اللي استشهد فيها 12 من إخواتنا، والثانية في يوليو 2025 استشهد فيها 16 من إخواتنا. الرئيس جمال عبد الناصر نعاه قدام عشرات الآلاف في خطاب تأميم قناة السويس في ميدان المنشية بالإسكندرية وقال: استشهد مصطفى حافظ قائد جيش فلسطين وهو يؤدي واجبه من أجلكم ومن أجل العروبة ومن أجل القومية العربية. إنهم كانوا يجدون في مصطفى حافظ تهديدا مباشرا لهم، فاغتيل مصطفى حافظ بأخف أنواع الغدر وأخف أنواع الخداع. الخطاب ده قدر تضحياته وخلد موقفه في ذاكرة الوطن. حد يعرف قصص تانية لاغتيال قادة عرب؟ اللي يعرف يا ريت يعرفني قصته. سلام.